سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب الأضواء هنحل محافظة دمياط، محافظة رقم 13. تعالوا بينا نبدأ. أول سؤال معانا بيقول لي ألف زائد 6 على 7 بيساوي صفر، فإن قيمة الألف. طيب علشان تديني صفر يبقى لازم يكون ديت المعكوس الجمع بتاعها سالب 6 على 7، يبقى الإجابة سالب 6 على 7، لأن سالب 6 على 7 زائد 6 على 7 يدينا صفر. السؤال التاني بيقول لي العدد النسبي يساوي صفر، طالما يساوي صفر تبص فوق مالكش دعوة بتحت خالص. 3 ناقص كام يدينا صفر؟ 3 ناقص 3 يبقى السين ب3. بيقول لي إذا كان المثلث والدايرة ب20 فإن المثلثين ودايرة بكام؟ طالما المثلث والدايرة ب20 فأنت هتشيل المثلث والدايرة ده همت وتحط مكانهم 20، يبقى كام زائد 20 يدينا 35؟ 15، يبقى المثلث الواحد ب15. السؤال الرابع بيقول لي الوسط الحسابي للقيم ديت. الوسط الحسابي مجموعهم على عددهم، يعني 1 زائد 6 زائد 4 زائد 8 زائد 6 عددهم كام؟ 1 2 3 4 5. 1 و6 7 و4 11، 11 و8 19 و6 25. 25 على 5 فيها الخمسة، أو ممكن تعملها بالآلة إيه؟ بالآلة الحاسبة. بيقول لي المقدار ده هو من الدرجة الكام؟ أنا هروح للحد دهوت وألاقي 1 1 2 يبقى من الدرجة الكام؟ التانية. السؤال السادس بيقول لي إيه؟ إذا كانت الكاف ب5 فإن الكاف بكام؟ الكاف تنفع موجب أو سالب 5. ليه بقى؟ عشان هي لو كانت 5 فهتطلع لي 5، ولو كانت سالب 5 فهتطلع لي برضه 5، يبقى هي تنفع 5 وتنفع سالب 5. السؤال التاني بيقول لي أكمل ما يأتي. إذا كان المنوال للقيم ده هو 9 فإن السين، المنوال القيمة الأكثر تكرارا، يعني المفروض س زائد 1 ده تطلع لي برضه بكام؟ ب9، يعني س زائد 1 المفروض أساويها ب9. كام زائد 1 ادينا 9؟ 8، يبقى السين ب8. السؤال التاني بيقول لي باقي طرح سالب 5 س من 3 س. باقي طرح التاني ناقص الأول، يعني 3 س ناقص سالب 5 س. الناقص في ناقص أو السالب في سالب بموجب، يبقى 3 س زائد 5 س يبقى الناتج 8 س. السؤال التالت الوسيط للقيم 4 و8 و3 و5 و7. الوسيط أنا برتبهم وبختار اللي في النص، يعني 3 4 5 7 8، يبقى الوسيط عندي كام؟ 5. السؤال الرابع بيقول لي 6 س تربيع ص في كام يدينا 12 س تكعيب ص. أنا ممكن أقسم ال 12 س تكعيب ص ده أهي على 6 س تربيع ص كده أهو، أدي 12 س تكعيب ص على 6 س تربيع ص. 12 على 6 فالاتنين، س تكعيب على س تربيع فيها س، الصاد هتروح مع الصاد يبقى الإجابة 2 س. طب افرض أنا حابب أتأكد من الحل بتاعي، هضربهم في بعض، الستة في 2 ب12، س أس 2 في س س أس 3، صاد ومفيش هي الصاد. تعالوا نشوف السؤال الخامس. التلاتة في كام مدينا 12؟ التلاتة في 4، يبقى الخمسة في 4 بكام؟ ب20، يبقى السين ب20. السؤال التالت ألف أوجد حاصل جمع. أوجد حاصل جمع سهلة خالص، كل اللي عليك هتروح عند الفاصلة ده وتخليها زائد، هاجي عند الفاصلة وأخليها زائد، واجمع السين تربيع مع سين تربيع والسين مع السين والسالب 5 مع الموجب 5. سين تربيع وسين تربيع يبقوا 2 سين تربيع، 3 س وسالب 7 س يبقوا سالب 4 س، سالب 5 وموجب 5 طاروا مع بعض، يبقى الناتج معاك 2 س تربيع سالب 4 س. نيجي السؤال رقم ب بيقول لي حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى. ال27 وال18 أنا ممكن آخد منهم كام عامل مشترك؟ إيه الرقم اللي يقبل عليهم هما الاتنين؟ لو قلنا التسعة التسعة تنفع عليهم هما الاتنين، التسعة تنفع تنقسم عليهم هما الاتنين، فأنا هطلع التسعة عامل مشترك. بعد كده برضه أروح للسينات، السين أس 4 والسين أس 3 هاخد الصغيرة فيهم اللي هي س أس كام؟ أس 3، هفتح قوس وهلم الباقي. 27 على 9 فيها 3، س أس 4 على س أس 3 فيها س، زائد 18 على 9 فيها الاتنين، س أس 3 على س أس 3 طارت، يعني بكده نكون حللناها. تعالوا بينا للسؤال الرابع ألف بيقول لي باستخدام خاصية التوزيع
اوجد قيمة دي. هقول لك طريقة سهلة خالص، تروح على الزائد ده وتحط دايرة. اصبح عندك كام قطعة؟ قطعتين. ايه المشترك في القطعتين دولت؟ ال4 على 9. هتطلع ال4 على 9 ده بره عامل مشترك وتبدأ تلم الباقي. انت لما اخدت 4 على 9 هتفضل كام؟ 11. وبعد كده زائد، اخدت ال4 على 9 هتفضل كام؟ 16. ممكن في الحالة دي تعملها بالآلة الحاسبة او ممكن تكمل. طب لو انت هتكمل هتكتب ال4 على 9 زي ما هي، وهتحول القوس دهوت لفيه، وهتجمع دول 6 و1 7 1 1 2. ممكن برضو تعملها بآلة الحاسبة أو تقسم 27 على 9 فالتلاتة، 3 في 4 ب12. هطلع لك في الآخر كام؟ 12. هنا بيقول لي اختصر لأبسط صورة. طالما الاتنين ده هما شبه بعض بس واحدة سالب وواحدة موجب، يبقى في الحالة ديت هتضرب الأول في الأول والأخير في الأخير. يعني 2 س في 2 س ب4 س أس 2، وسالب 3 في موجب 3 بسالب 9. تضرب الأول في الأول والأخير في الأخير. الاتنين س في 2 س ب4 س أس 2، وسالب 3 في موجب 3 بسالب 9. هتنزل السبعة الغلبانة ديت جنبهم كده. سالب 9 زائد 7 يعني سالب 2، يعني أصبحت 4 س تربيع سالب 2. السؤال الخامس ألف بيقول لي أوجد عددين نسبيين يقعين بين النص والاتنين على التلاتة. بص يا سيدي، الاتنين دهيت هتروح تضرب التلاتة والاتنين، يعني الاتنين ديت هتيجي تضرب دول. طب التلاتة تسكت؟ لأ، هتروح تضرب دول هي كمان. يعني الاتنين ده اهي تضرب دولت، والتلاتة تيجي تضرب دول. الاتنين في 3 ب6، والواحد في 3 ب3. الاتنين في 3 ب6، والاتنين في 2 ب4. أصبح عندك من ال3 على 6 ل4 على 6، ولكن مفيش حاجة بينهم، ده التلاتة وراها ال4 على طول. طب تعمل ايه؟ حط هنا صفر، هنا صفر، هنا صفر، هنا صفر. أصبحت 30 على 60 و40 على 60. أصبح بينهم أرقام كتير زي 31 على 60، 32 على 60، 33 على 60. خد لك أي 2 3. هو عايز كام؟ هو عايز عددين، خد لك أي 2 منهم. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي اقسم على حد جبري. القسم على حد جبري سهل خالص. الأول هوضح بس الزائد والناقص. أدي عندي هنا ناقص أهي وزائد أهي. التلات حدود دولت هينقسموا على 7 س ص، يعني ده على 7 س ص، وده على 7 س ص، وده برضو على 7 س ص. 14 على 7 فيها الاتنين، س أس 2 على س فيها س، ص على الصاد طارت. بعد كده عندي ايه؟ ناقص. 35 على 7 فيها 5، س على س طارت، ص أس 2 على ص فيها ص. بعد كده ايه؟ زائد. 7 س ص على 7 س ص طارت، بس لازم اسيب مكانها واحد، لازم اسيب مكانها واحد. وبكده تكون انتهت المحافظة رقم 13، محافظة دمياط. محافظة سهلة ومهمة جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.